بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. فضلا وليس امرا نشترك في القناه بعد اذن حضراتكم. الاسماء المرشحه لتدريب نادي الزمالك بعد رحيل الكابتن احمد عبد الرؤوف، في الكابتن يعني اقربهم الكابتن خالد جلال، وفي الكابتن مؤمن سليمان، وفيه الكابتن طارق مصطفى، ولكن اقربهم يا جماعه الكابتن خالد جلال. طبعا انت ما تقدرش في الوقت الحالي تجيب مدرب اجنبي في ظل الظروف العصيبه جدا اللي يمر بها نادي الزمالك من ايقافات قيد ومن ديون ومن يعني مشاكل كتير جدا، يعني بسبب عدم وجود اموال في النادي. طبعا في الوقت الحالي يعني نادي الزمالك او اداره نادي الزمالك مش هتقدر تجيب غير مدرب محلي، مدرب محلي من اولاد النادي يقدر يعني يستحمل النادي في الوقت الحالي ويشيل النادي في الوقت الحالي. طبعا يعني مش هيشتكي بسبب يعني لو ما خدش مستحقاته، مش هيشتكي، مش هيطلع يتكلم، مش هيعمل اي مشاكل طبعا. وفي طبعا احتمالية برضو رجوع الكابتن ايمن الرمادي اللي سبق واتكلمت في فيديوهات سبق وقلت يعني رحيله كان يعني بمثابة كارثة. ده يعني مدرب محترم، مدرب يعني كويس جدا على المستوى الفني، ويعني هو اخر بطوله حصل عليها نادي الزمالك كان يعني بفضل الله ثم الكابتن ايمن الرمادي، وان كان يعني حصل عليها بضربات الجزاء، ولكن يعني يكفي ان هو يعني جه في وقت صعب جدا واخد مع نادي الزمالك كاس مصر يعني وتم رحيله. تمام. ايضا اللاعبين يا جماعه بيشتكوا اللاعبيه المحليه بالنسبه لنادي الزمالك، على راسهم الكابتن عبد الله السعيد. يعني اللعيبه مستاءه جدا بعدم الحصول على مستحقاتها. طبعا لعيبه كتير جدا يا جماعه، واغلب لعيبه الزمالك لم تحصل على مستحقاتها منذ يعني 4 شهور او 5 شهور، ده لو ما كانش اكتر من كده طبعا. ويعني بصراحه اللعيبه عندها حق يا جماعه، اللعيبه عندها حق. يعني بص اللعيبه ديت يعني برضو يا جماعه هو ده يعني شغلهم، هو ده اكل عيشهم، فطبيعي ان هم يعملوا كده، طبيعي ان هم يعملوا كده. معلش اللعيبه الاجانب فسخوا عقدهم من طرف واحد، وناس اشتكت وناس عملت قواضي. اللعيبه المحليه دي او اللعيبه المصريين دول يعني ما عملوش كده، ما حدش فيهم اشتكى، ولكن هم يعني ايه، يعني ودي لعيبه عندها حق يا جماعه، ده حقهم، ده حقهم، ده حقهم. هو اللاعب يعني معلش بيلعب، فطبيعي ان انت تديله مستحقاته. هو معلش يعني كتر خيرهم ان هم تحملوا الفتره دي كلها 4 شهور و5 شهور و6 شهور، وفي لعيبه بقى لها اكتر من كده طبعا ما بتاخدش مستحقاتها. فلك الله يا زمالك والله. سلام عليكم.